قصة قبل كم يوم، يقول كنت جالس في الحرم المدني متسند على عمود وأقرأ، يقول ففي شخص مر أمامي ثم رجع ثم ذهب ثم رجع، وكل مرة يلتفت علي وكأنه يريد شيئا ومحرج. يقول فسألته قلت يا أخي يعني عفوا ماذا تريد؟ يقول فجاء عندي وقال يا أخي أنا في حاجة بس أنا محرج. قلت إيش يعني؟ قال أنا يداي هذه صناعيات كما ترى، بلاستيك بس مجرد شكل. يقول قلت والله واضح صحيح. قال وأنا لا أخرج من البيت دائما إلا وقد وضأني أهلي ونظفوني وتوضيت وطلعت المسجد بحيث أني ما أحتاج حمام حتى أرجع. يقول لكن الآن فجأة حضرني قضاء الحاجة وأنا ماني قادر أصبر، وما في أحد لو أروح الحمام تورطت، من بيرفع ملابسي ويرجع ملابسي ما في أحد. فأنا قاعد أتأمل في وجوه الناس ورأيتك أطيبهم وجها، ممكن تنزل معي تخدمني؟ يقول ورحمته وحطيت مصحفي ونزلت معه إلى الحمامات تحت ودخلت معه ورفعت عنه ملابسه وجلس ليقضي حاجته، ثم خرج ثم ناداني تعال ونظفته. كل هذا يا جماعة لأجل بس قضاء حاجة. هذا لو عطش وأراد ماء كيف بيصب له ماء من ترامس الماء؟ هذا لو أراد أن يرفع خبزة أو أن يقطعها أو أن يعد مالا. هل أحد منا يوما ما أصبح وهو يقول الحمد لله أن الله أعطاني يدين تخدمني، عينان أرى بها، أذنان أسمع بها، لسان أتكلم به، ريق لا ينشف في فمي، الكلى تعمل من أجمل ما يكون، والرئتين حالها سعيد. لما كثرت النعم أصبحنا لا نستشعرها، وهذا خطر عظيم. المطلوب أن نستشعر الشكر في كل شيء، وبذلك نكون أدينا شكر الله. فحرك لسانك دائما بالشكر، لأن الله يحب من العبد الثناء عليه، والله تعالى يحب الثناء. تأمل في صلاتك منذ أن تكبر وأنت تحمد الله، وفي الفاتحة تحمد الله، وفي الركوع تحمد الله، وبعد الركوع تحمد الله، وحتى في نهاية صلاتك تستعين بالله أن يعينك على شكر الله، لأن الله يحب أن تشكره دائما. فدائما استشعر الشكر.